مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. معاكم محمد مصطفى، ودي الحلقه الثانيه من البرنامج التاهيلي للكباتن المبتدئين بالنسبه لبرنامج اندرايفر. هتكلمنا في اول حلقه لو انت اول مره ليك تشتغل في اندرايفر او اول فتره ليك في اندرايفر تشتغل ازاي بالظبط، بحيث ان انت تعود نفسك على التطبيق وتكسر قصه التوهه اللي هي في الاول ديت. بعد كده هنتكلم في الحلقه ديت عن الطريقه الطبيعيه بقى اللي انا هنزل اشتغل بيها في اندرايفر من اول ما انزل الصبح لحد ما اروح. طبعا اندرايفر فيه عيوب كتيرة جدا، ولكن برضو فيه شوية مميزات كده مش موجودة في اي برنامج تاني، ومنها ان انت تقدر تعمل زون عن المنطقة اللي انت تشتغل فيها. يعني اندرايفر ممكن ان انا اشتغل في منطقة واحدة بس ما اطلعش منها، لان انا طبعا ليا حرية القبول والرفض، فطبعا بقبل كل المشاوير اللي هي في المنطقة اللي انا عاوز اشتغل فيها. بس كمان اندرايفر مش رابطك بقصة معدل قبول والكلام ده كله، فتحس ان انت في راحة نفسية كده وانت شغال على الابليكيشن، فبالتالي بتقدر تختار المشاوير اللي هي مناسبة ليك، والمشاوير اللي انت شايف ان انت مش هيكون فيها مصلحة كويسة ما بتقبلهاش. وده بقى اللي احنا هنتكلم عليه بالتفصيل في الفيديو ده. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايه هي بقى طريقة الشغل المناسبة في اندرايفر؟ في 3 طرق للشغل في اندرايفر هنشرحهم دلوقتي بالتفصيل. دي هي الاستراتيجية اللي انا بنزل اشتغل بيها، يعني كل واحد المفروض يكون ليه استراتيجية او طريقة معينة في شغله بينزل يشتغل بيها. الطريقة ان انت تشتغل في منطقتك وتاخد المشاوير الصغيرة، في شوية مشاوير كده تلاقي 2 كيلو 3 كيلو العميل بيحط فيهم مثلا 25 جنيه، ممكن تاخد مشوار تاني ب 30 جنيه على حسب صعوبة المشوار. وطبعا بالنسبة او بالمقارنة باي تطبيق تاني اندرايفر في المشاوير اللي زي كده بيكون اعلى سعر. انت بتقدر تاخد المشاوير ديت بسعر عالي جدا، والعميل طبعا بيوافق عليها، خصوصا لو انت المنطقه بتاعتك ديت مثلا من المنطقه الزحمه او من المنطقه اللي الكباتن ما بتحبش تشتغل فيها. يعني انا مثلا بنزل اشتغل هنا في الهرم، باخد المشاوير الصغيره. طبعا كباتن كتيره جدا ما بتحب الشغل الجيزه، فببقى انا طبعا باخد الاولويه ان انا اظهر للعميل. بس كمان حتى لو كابتن في الجيزه بيحاول ان هو ياخد الريكوست اللي طالع بره، فانا لما بركز على المشاوير الصغيره اللي داخل المنطقه بص تلاقي نفسك عملت مبلغ كويس وما استهلكتش بنزين كتير. ولو انت منطقتك ديت مثلا عشوائيه قوي او مكسره، او انت مثلا منطقه مش حابب تشتغل فيها، ممكن تختار منطقه مثلا انت تكون حافظها وسهله بالنسبه لك وتشتغل جواها على المشاوير الصغيره بس. تاني طريقه للشغل في اندرايفر ان انت تركز على المشاوير السهله، بس الموضوع دوت بيبقى محتاج كابتن يعني خبره شويه في المناطق والكلام ده كله. انت هتبدا تروح المناطق الحيويه، المناطق اللي انا هروح هاخد منها ريكوست تاني، اخد المشاوير وابدا اخد المشاوير اللي انا هحرق فيها كيلومترات كتير في وقت قليل. وطبعا احنا كنا اتكلمنا بالتفصيل في فيديو ازاي تحسب الاجره في اندرايفر، عرفتك ازاي تعرف ان المشوار اللي جاي لك ده سهل ولا صعب، بان انت بتشوف عدد الكيلومترات وبتشوف الوقت. لو عدد الكيلومترات قليل وقت زياده كده المشوار ده صعب، اما لو عدد الكيلومترات كتير والوقت قليل كده المشوار ده بالنسبه لك سهل. تاخد مثلا مشوار في حته عارف ان انت هتنزل العميل ده هتاخد عميل تاني، المشوار دوت مثلا هياخد معاه نص ساعه، فبالطريقه ديت بتقدر ان انت تاخد اكبر عدد من المشاوير في اليوم بتاعك وتشغل نفسك طول الوقت. تالت بقى طريقه للشغل في اندرايفر هي ان انت تركز على المشاوير الطويله، وانا ليا وجهه نظر كده يمكن كتير قوي مختلف معايا في الموضوع دوت. بالنسبه للمشاوير الطويله، المشاوير الطويله طبعا مش هقول لك ان انت تاخدها باعلى سعر والكلام ده كله، المشاوير دي حرفيا بتتخطف. ولكن خلي بالك انت المشوار الطويل حتى لو خدته باقل سعر هو بيكون مناسب ليك. مثلا ممكن مشوار المفروض يكون لو انا خدته على 4 مشاوير هاخده ب 200 جنيه، لا انا ممكن اخده مشوار طويل على بعضه ب 180 جنيه. فانا من وجهة نظري ان هي بتبقى هي ليه. انا دلوقتي لما اروح اخد المشوار دوت على 4 مشاوير، انا كده هروح ل4 عملاء، العميل ده هروح له كيلو، العميل ده همشي له 3 كيلو، العميل ده همشي له 2 كيلو، كمان العميل دوت هنتظره 5 دقايق، العميل ده هنزله مثلا في 3 دقايق. فهتبص تلاقي نفسك حرقت برضه كيلومترات ووقت كتير، عن ان انت تاخد بقى المشوار على بعضه، تاخد عميل واحد، انتظار واحد، نزول واحد. معظم البرامج الباقيه غير اندرايفر بقت تقلل التسعيره في المشاوير الطويله، فبالتالي لو انت جيت حسبتها مش هتلاقي الفرق كبير قوي. لا وكمان ساعات لما العميل بيطلب بالسعر الموجود عنده في المشاوير الطويله بيكون مناسب جدا. بس مشكله المشاوير الطويله ان هي عايزه كابتن على الاقل خالص يكون فاهم الطرق الرئيسيه. يعني مثلا اكون عارف ان المشوار ده طويل ولكن مش جوه البلد، لا مشوار طويل بره البلد، انا هاخد الدائري دايركت على طول
انا هاخد مثلا استراد على طول، انا هاخد الاقليمي على طول. فبالتالي المشوار الطويل دوت ما بياخدش معاك وقت، لان لو المشوار الطويل ده خد وقت زياده او المشوار الطويل ده في مكان زحمه، لا يبقى المشاوير الصغيره في الحاله ديت بتكون احسن، لان انت هتضيع يعتبر جزء كبير جدا من يومك في مشوار واحد بس. وحتى لو المشوار سعره عالي، ولكن المشوار مثلا عامل معايا 180 جنيه ممكن اخدهم في مشاوير تانية في وقت اسرع، اعمل كمان اكتر منهم. انا بعمل الفيديو ده وعارف ان الناس كتير قوي هتدخل تكتب لي كومنتات: يا كابتن المشاوير اصلا بتتخطف، هو احنا بنلحق نشوف المشوار، هو احنا بنلحق نختار، هو احنا بنلحق نشوف المشاوير اذا كانت سهله ولا صعبه؟ علشان كده احنا هنشرح كل الكلام دوت في الفيديو اللي جاي، ازاي بقى اشتغل الثلاث طرق دول مع بعض، وازاي اخد رحلات من غير ما اخطف، ازاي احقق اعلى ربح ليا في اندرايفر في الفيديو اللي جاي. فلو انت لسه اول مره تشوفنا اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، ولو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك. سلام عليكم.